يلا مرحبا بك. عايشك بيك. في البداية نتعرفوا على آية باللغة، شكون آية؟ هي ممثلة تونسية باش تشوفوها في فيلم وين يخزن الريح سناء. توا ايه الممثلة. مرحبا بك. آية ولا عليسة؟ الأقرب لشخصيتك، قريبت لك عليسة في الشخصية، في التصرفات، في الاندفاع اللي شفناه في الفيلم، فيها جزء كبير منك؟ بالطبيعة برشا برشا تشبه لي وما تشبهليش كان لي انا، تشبه لك اللي كنتي زاد بتاتر، تشبه لاي طفلة، اي طفلة تونسية في العمر هذاك اللي معبية بالكرياتيفيتي وبالطموح وتحلم وما يوخرها حتى شيء وتم تصرف وهيا ودز. دونك تشبه البرشا برشا عباد توانسة ومش توانسة زاد، تشبه لاي طفلة جون. كيفاش حضرت لها الشخصية؟ كيفاش حضرت لها برشا الحقيقة. خدمنا برشا مع اميل وسليم، خدينا وقتنا في البرايف بالكدا، لقينا برشا تكست، تفرجنا برشا على برشا حاجات. فوالا دونك زاد حسيت اللي ساعات الشخصيه راهو كي تقراها با فورسيمون لازمك تبدل حاجات، ولا ساعات تبدا هي حاجتها بك كيما انت، حاجتها ببدنك وبصوتك وبملامحك ومش لازم لا تعمل زايد. لا فما حاجات بالطبيعه ما تشبهليش فيهم، فما حاجات ياسر فيا الحاجه. النظرة الحزينة اللي شفناها اللي تعكس حلم فتاة فقدت الأب الحاضر الغائب. ما نعملوش سبويل. سامحني؟ ما نعملوش سبويل. بازي. اوكي. سؤالي هو حضور الأب اختيار انه يكون حاضر غائب في حياة آية او عليسة. ايه ولا عليسة؟ عليسة خاصة. اي في حياة عليسة شفناه كان موجود حنين للأب، لكن ما شفناش علاقتها به كيفاش كانت. الاختيار هذا شنو تبريره؟ هو الاختيار كان من المخرجة أول حاجة، باش توري اللي الطفلة هذيا الدنيا حطتها قدام ريسبونسابيليتي وخليتها على صغر سنها باش تتلهي بعائلتها وأمها مريضة وعندها أختها أصغر منها وكل. دونك فرد وقت فما دو فورس عكس بعضهم، فما لا ريسبونسابيليتي على صغر سنها وفما حلمتها وقداش هي تحب تحط من مجهودها وتخرج لبرا وتتبع. دونك فكره انه البو مش موجود معناها نحيناه باش تخلي هالكونتراست هذا موجود. فهمتي شنو نقصد؟ دونك فهمتك. والام كانت تعاني من مشاكل، من ديبرسيون اللي البو توفى. دونك شفنا حاجه اخرى، شفنا كوميديا سوداء نجحتوا فيها ما شاء الله، كوميديا تشبه الدمار التونسي نتاعنا. كل واحد يتفرج يرى روحه في الشخصيات هذوكم. تحضيركم اللي هذا قعدتوا مع شكون يكتب الكوميديا هذه، ولا فما ارتجال ولا فما امال كاتبه الحاجه هذه، فما امال زاده صغيره في العمر دونك قريبه للتفدليك والجو، معناها هي زاده حطت حاجه من روحها، هي ما جابتش حاجه غريبه عليها، فهمت؟ ورات حاجه هي عايشتها زاده ومؤثره فيها. دونك فما سيناريو اللي لازمنا نتقيدوا به، وكانت ياسر امال الانسيست ان باش نقولوا الكلام كما هو، وفرد وقت عطاتنا مجال باش نلعب ونقرب الشخصيه اكثر ليا باش تكون ناتوريل اكثر. دونك فما في الكلام نقولوا، اما فما كل كلمه اللي نزيدها باش نقرب التكست الروحي باش تجي اكثر ناتوريل. هذيك الحاجه اللي امال كانت ياسر فليكسيبل فيها ومحلوله فيها الحقيقه. فما زوز مشاهد اللي يعتبروا الاكثر جرأة في الفيلم، هو مشهد اللي في الملهى والمشهد نتاع الحديث على كيفاش تحرشوا بها. الاشتغال عليه سبويلر الحقيقه شويه، معناها تحب تقول جريء ولا ما تقول، ما تسميش مالها ولا اغريسيون، فهمت؟ معناها ما تسميش اغريسيون، خلي ما نقولوا جوست قول جرأة وكا. اوكي جد. هذوما لقطينا وزوز مشاهد اللي شفناهم الاشتغال عليهم ما كانش كبير برشا، وكأنهم كانوا مسقطين. لو تم حذفهم ما يتغير حتى شيء في الحكايه. كيفاش معناها ديجا هو سؤالي هذا. اي فهمتك. انا جو تروف اللي باش توري عباد عمرهم بين 18 و 25 سنه وما توريش حاجه في السكسواليتي نتاعهم، اللي هما قاعدين يلوجوا، اللي هما قاعدين يكتشفوا في رواحهم ويجربوا في حاجات. عندي انا فما حاجه ناقصه في
في الكتيبه نتاع السيناريو وفي سورتو ترونش داج هذيك فهمت معناها سورتو اللي نوريو فيها قصه صديقه ماهيش قصه حب يدخلوا الطفله فهمت دونك انه تجرب وتمشي للعكس، هذيك هي الجرأة كانت الغادي. فهمتك. هذا الكل. فهمني وين نحب نهزك انا. اي فهمتك. اي عندي انا جست عادي باش انها تعمل حاجه كيك لا هي غلطه لا هي صحيحه، هي جست لا ما فماش حكم. لا ما فماش حكم. انا اللي نقصده انه ما تمش التمهيد لها فقط. هي جات اللقطه وبعد يعني ما فماش تمهيد صار قبلها ولا باش نفهموا هي شنو تحب ولا ما تحبش. فهمت هذاك هو فما حاجه صارت من بعد كونفرساسيون صارت من بعد وين حكيت هي وياه تبرير الكل وين قالت له نجرب. هذيك علاش حبيت نقول لك العمر نتاع التجراب. فهمت نجم تطلع هي ما عجبتهاش، هي مش هكاكا، هي جوست سيبت روحها خاطر زاد نشوفوا عليسا مهبوله تعمل برشا حاجات مهبوله اللي باش تعمل برشا حاجات. فهمت شنو نقصد؟ السؤال هذا اللي شفنا زاد المجسمات الخيال نتاع اللي يتجسم حاجه جديده الراوه هذيك السينما التونسيه اللي هو السورياليزم اللي امال وراته زاد اللي هي ورينا عليسا اللي هي هكا ثوريه وغبال وكاسحه وقويه وكل في الوقت ما عندها سنسيبيليتي ذيك والفولنيرابيليتي اللي ما توريهاش ياسر موجوده كان داخل في وسط روحها في وسط مخها. دونك وزاد الفاي فيان بين لي ديسان نتاع مهدي وبين قداش هما يغذيوا بعضهم قداش عكس بعضهم فرد وقت ياثروا في بعضهم برشا وعاملين دي ميغوار على بعضهم. شفناها عليسا زاده كي ما تعملش ردة فعل تحلم تسرح بالحلم نتاعها وتعمل اللي تحب عليه بالحلم نتاعها. مثلا في العائله البرجوازيه اللي حولتها من كل الخنازير طريقه حلوه باش ما نقعدوش احنا في نفس الكسر الرتابه خلينا نقول. طريقه حلوه برشا هي خاطر زاد فما لو كوتي خفيف هذاك نتاع الفيلم نتاع ليماجيناسيون اللي هي موجوده في كل عبد معناها هذيك كلمه نتاع ساعات الواقع ما يعجبكش دونك ترجع شويه لمخك وكانك تعطي في اسبوار ولا حتى العكس حتى كي تبدا تحب تعمل رياكسيون خايبه وماكش منجمه دونك تعملها في راسك تقول له باش تقول له العبد برشا عبيد بالضبط دونك ياسر ناتشوريل فهذا برشا. يعطيكم الصحه ان شاء الله نتمنى لكم التدريب في اي مخرج سينمائي. يعيشك. شكرا.